وزي ما اتكلمنا عن الهرمونات، جه الوقت إن إحنا نتكلم عن النقلات العصبية. أول نقل عصبي هنتكلم عنه هو السيروتونين. السيروتونين هو مسؤول عن تنظيم حالتنا المزاجية، يعني هو مسؤول عن استقرار حالتنا النفسية وعلى تنظيم المشاعر. لما بيحصل خلل في السيروتونين بتبتدي تظهر اضطرابات المزاج زي الاكتئاب، اضطراب ثنائي القطب، التوتر وغيرهم. علشان كده معظم أدوية المضادات الاكتئاب عموما بتشتغل على توازن السيروتونين، والنهاردة هينزل بوست عن مضادات الاكتئاب، ما تنسوش ان انتوا تتابعوه. تاني ناقل عصبي هنتكلم عنه النهاردة هو الدوبامين. الدوبامين معروف بهرمون السعادة، لكن هو مش مسؤول بس عن السعادة واللذة، هو مسؤول كمان عن الدفاعية وعن التحفيز وعن الإنجاز والسعي. يعني هو بيكون مسؤول إن أنت تسعى وتوصل لهدفك. طيب إيه اللي بيحصل لمّا الدوبامين بيبقى فيه خلل؟ أول حاجة بيبقى عندنا إحساس بالحزن، بفقدان الشغف، ما بيبقاش عندنا رغبة إن إحنا نعمل حاجة أو إن إحنا نبتدي حاجة جديدة، أو حتى كمان الحاجات اللي بتحتاج طاقة كبيرة علشان ننجزها ما بتبقاش مهمة، فبنبتدي إن إحنا ندوّر على الحاجات اللي بتدّينا دوبامين سريع، زي مثلًا الشِرا، زي الأكل الانفعالي، أو زي الscrolling على السوشيال ميديا. وطبعًا بالنسبة لمدمنين المخدرات إن هُم بيدوّروا برضه على الدوبامين السريع زي مثلًا مع الكحوليات أو مع الكوكايين. واللي بيحصل إن الدوبامين لمّا بيرتفع لفترة قليلة وبعد كده بيبتدي ينزل تاني، فده بيخلّي السلوكيات الإدمانية تزيد والمشكلة تتطور بشكل أكبر. تالت ناقل عصبي هو الأوكسيتوسين، مش عارفة أنا قُلت صح بس يعني أنا جرّبت. وده بيكون مسؤول عن الحُب، عن الترابط، عن العلاقات الاجتماعية. والهرمون ده بيزيد مع التلامس الجسدي، مع الأحضان. وده طبعًا بيبتدي إن هو يظهر في علاقة الأم بأولادها في البداية، وبعد كده بيتطور على مراحل العمر المختلفة. رابع ناقل عصبي وهو النور أدرينالين أو المعروف بالأدرينالين. والأدرينالين بيكون مسؤول عن الانتباه، عن اليقظة، عن تعاملنا مع الضغوط. لما الأدرينالين بيبقى فيه خلل بنبقى في حالة من اليقظة الذهنية المستمرة، بنكون على وضع الاستعداد. وده بيخلي الشخص أكثر عرضة إن هو يكون عنده اضطرابات مزاجية أو اضطرابات في النوم أو بيكون عنده مشاكل في الانتباه. خلاصة الكلام، مفيش حاجة مسؤولة 100% عن حالتنا النفسية. اللي بيحصل إن بيكون في تفاعل ما بين حالتنا النفسية، ما بين الهرمونات، ما بين النقلات العصبية، ما بين حالتنا الصحية والضغوط، النوم، الخبرات اللي احنا بنمر بيها وعلاقاتنا. لو حسيت إن في أعراض قوية أو حسيت إن في مشكلة موجودة لفترة طويلة وبتأثر على حياتك اليومية، لازم تتابع مع طبيب بشري أو طبيب نفسي عشان نحدد بالظبط هل السبب عضوي، هل في مشكلة نفسية، هل أنت محتاج علاج دوائي ولا محتاج جلسات نفسية. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.